كل يوم. هنعمل اكل ايه؟ طيب احنا محتارين، مش عايزين طبيخ، العيال مش عايزين ياكلوا طبيخ. ليه بقى؟ السمكه التونه دي زي ما انتم شايفين كده اهو، حاجه سبيشال. جبت منها طبعا 3 سمكات اللي هما بارك، عملوا 2 كيلو وربع زي ما انتم شايفين كده اهوت، حاجه فاخر بس من الاخر. يلا هننضفهم بقى وهنعمل احلى صينيه سمك هتاكليها في حياتك كلها. يلا. وهنا بقى طبعا بننضف السمك بتاعنا، بس لازم تكون الحنفيه كده اهوت شغاله وتبقى الميه كده جاريه كده اهوت في قلب السمكيه، علشان خاطر نشيل منها اي زفاره واي دم واي حاجه. انا بحب اجيب السمك الكبير ده جدا عشان بيبقى فيه كده بطاريخ، بتبقى طعمها حلو جدا يا بنات، سواء بقى مشوي او مقلي او صينيه زي ما احنا ما هنعمله، او هنعمله تونه، بيبقى تحفه جدا جدا السمك المكاريلي ده. بس هاتيه سمك المكاريلي يكون النضيف اللي هي الدرجه الاولى علشان خاطر يديكي نتيجه كويسه. طبعا احنا بعد طبعا ما بننضفه بالطريقه ديت هحطه في محلول النقله، هي عباره عن دقيق وملح وليمون وخل. هنا طبعا انا ببص كده في قلب بطنها لقيتها واكله حوالي اكتر من نص كيلو سمك مكرونه. نضفته طبعا ورحت سايباه طبعا للقطط. برضو رزق القطط لازم، برضو القطط كل حاجة بيبقى لها رزقها. هنا بقى عشان نعمل الخلطة بتاعتنا والتتبيلة بتاعتنا التحفة دي، معايا هنا بقى ليمون، ومعايا خل، ومعايا توم، ومعايا بصل، ومعايا فلفل حامي، ومعايا فلفل رومي اخضر، ومعايا شبت وبقدونس وكزبرة. الخلطة دي يا بنات بجد اقسم بالله احلى خلطة تعملي بيها سمك. احنا نوت هنضربها في قلب المفرمه، انا مش عايزاها يبقى عصير، لا انا عايزه الخضار بتاعي كله يكون مضروب بس في نفس الوقت مصحصح. هنا هو انا حطيت الثوم وحطيت البصل وحطيت الفلفل، وكمان نزلت بالطماطم، وهقطع الشبت والبقدونس والكزبره كله في قلب المفرمه. في هنا فلفل حار لو انت حابه تستغني عنه، مش عايزه مثلا السمك بتاعك يكون كده مشطشط، ما تحطيش الفلفل الحار دوت، تقدري انك انت تستغني عنه. طبعا انتوا شايفين كميه الليمون اللي انا عاملاها دي كلها، انا بقى السمك دوت معروف ان هو بيعشق الليمون. البهارات بتاعتنا بقى كانت كزبره وملح وبقدونس مجفف وتوم بودر وبصل بودر وبهارات سمك، كل دوت كده حطيناه في قلب المفرمه بتاعتنا. البهارات ديت بصي، بهارات السمك ديت اللي بتتجاب جاهزه من بره بتوديلك السمك في حته تانيه خالص، بيبقى حلو جدا. هضرب طبعا كل الخضار بتاعي دوت ضربه، بس انا عايزاها ضربه خشنه، مش عايزاه كده يبقى عامل زي العصير، لا انا بشغل وبطفي بشغل وبطفي بشغل وبطفي زي ما انتم ما شايفين كده اهوت. هو اتضرب معايا ضربه بس ايه تكون خشنه كده شويه، انا مش عايزاها مهريه قوي، عايزاها كده يبقى الخضار بتاعي مصحصح في قلب السمكيه. زي ما انتم ما شايفين كده اهوت الخضار بتاعنا هياخد بقى منها كده اهوت معلقتين على جنب الاول، علشان خاطر هنستعملهم، ممكن احطهم على الرز او حاجه. يعني انا عامه بحب يعني اشيل شويه خلطه كده اهوت على جنب، يعني بستعملهم كده اهوت في بعض الحاجات كده اهوت، تلاقيني فجاه اتضبط في دماغي حاجه كده اهوت اروح عاملاها. هنا هو بقى انا حاطه حوالي 7 ليمونات عصرتهم على الخلطه بتاعتي دي. السمك دوت بيعشق الليمون والخل والزيت والثوم، طبعا ده اساس اي سمك بيحب الليمون والخل والثوم. هعصر كدهوت ال7 ليمونات كلهم، عايزه تزودي ليمون تحطي 8 تحطي 10 مفيش اي مشكله خالص، كده كده السمك دوت بيحب الليمون، يعني سمك الصينيه خصوصا بيحب الليمون. هنمسكه بالطريقه دي كهوت نعصره في قلب العصاره. العصاره دي عامه بتريح كتير احسن من العصر والكلام ده كله. كده خلاص بقى هنجيب الطاجن البايركس بتاعي وهننزل بنص كميه الخلطه اللي احنا عملناها، علشان دوت هتبقى القاعده بتاعتي اللي هحط عليها السمك بتاعي المكاريل. طبعا نضفناه في محلول الماء زي ما انتم شايفين كده اهوت، خلينا السمك بتاعنا بقى احمر كده من جوه وابيض كده من النظافه. هحط طبعا شويه زيت وهبتدي بقى ان انا احط الخلطه بتاعتي في قلب السمك بالطريقه دي. هنبتدي بقى ان احنا نرص على نفس الخلطه دي برضو ان احنا نقدر نعمل بيها السمك البلطي. بنعمله بقلب الطريقه كده، هو برضو نفس الطريقه، وبنحطها في قلب الفرن بيديك نتيجه عاليه جدا وبيبقى طعمه خرافه يا بنات. طبعا احنا كل دوت مشغلين الفرن بتاعنا. اللهم بارك السمكيه بتاعتي عشان كانت كده كبيره كده محمله، فلحمتها بتبقى حلوه جدا. هننزل بقى كده بشويه من الصوص برضو اللي احنا عملناه دوت على الوش، وهننزل شويه برضو من الزيت، وهنبتدي برضو ان احنا نرص كده هو كام ليمونيه كده هو على الوش من فوق. ونزلنا طبعا بكوبايه من الخل.
كل دوت هننزل عليه في قلب الصينيه. طبعا مش هنحط ميه خالص، السمك دوت ما بتحطلوش ميه، هو كده كده الخلطه بتاعتنا مع الخضار هينزل ميه مع طبعا الزيت والخل والليمون، هيديني نتيجه حلوه جدا وبيبقى طعمه حلو جدا. حابه بقى تعملي جنب منه رز صياديه، حابه تعملي جنب منه شويه تكليب العيش مع شويه السلطه، هيبقى طعمه حلو جدا جدا. وخصوصا بقى لو انت كمان حبيتي تعمليه في العزومات هيبقى حلو جدا وريحته بتبقى تحفه. زي ما انتم شايفين كده صينيه السمك طلعت اللهم بارك، شكلها خرافه يا بنات، ما خدتش معانا اكتر من ربع ساعه في الفرن وبيكون استوى. ويا سلام بقى كده بقى على البطروق بتاعه اللي من فوق دوت، حاجه كده دوت فاخر من الاخر. ما تنسوش بقى يا بنات اللي متابعني يعمل لي لايك حلو، واللي مش متابعني يتابعني لو عجبه الفيديو بتاعي. ومن الفيديو ده للفيديو جاي اسيبكم في رعايه الله.